بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين. كيف يتعامل المسلم مع السنة النبوية؟ سؤال ظل مطروح في تراثنا الفكري وفي واقعنا المعاصر. فهل هذا السؤال نابع عن حيرة بسبب مشكلات نشأت في فهمنا للسنة النبوية، أم هو سؤال نابع من محاولة للتعرف على مكانة السنة النبوية، أم هو بسبب ضغط العصر، ضغط الحضارة الغربية علينا؟ فالبعض يحتاج أن يعود إلى السنة ليعيد شكلها من جديد، في طرحها من جديد في شكل جديد يتوافق مع الحضارة المعاصرة. سعيد هذا اليوم أن أكون بصحبة الدكتور محمد مجذوب محمد صالح، أستاذ الفكر السياسي بجامعة النيلين، والدكتور برير سعد الدين السماني، عميد مركز التأصيل بجامعة القرآن بمدني. سعيد أن أكون بصحبتهما اليوم إن شاء الله للتعرف على رؤيتهما حيال هذا السؤال الكبير: كيف يتعامل المسلم المعاصر مع السنة النبوية؟ بدأ دكتور محمد، يعني هل هذا السؤال له داعي؟ يعني هل في سبب بيخلي الليلة نحن في هذا الزمن وبعد كسوب السابقين أن نعود نسأل هذا السؤال: كيف يتعامل المسلم المعاصر مع السنة النبوية؟ كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ هل في داعي للسؤال ده؟ هل في مشكلات حقيقية تستدعينا الليلة نقعد في التلفزيون عشان يشوفونا المشاهدين ونسأل هذا السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. في البداية تحية لك ولمشاهديك الكرام ولبرامجك العامر. أما فيما يتعلق بالسؤال، بلا شك أن الحاجة متجددة بتجدد الزمان والمكان للتواصل مع القرآن، مع هدى القرآن، والسنة مفتاح للتعامل مع القرآن، إذ أنها تطبيق العملي للهدى القرآني مهما كان في أي أمر من الأمور التي تناولها القرآن في مجموعه، ابتداء من الفاتحة وانتهاء بالناس. وبهذا المعنى فإن المشكلات الحاضرة راهن، ومشكلات الماضي ومشكلات المستقبل جميعها تحتاج إلى النظر والاجتهاد. وعندئذ فإن السنة ستكون حاضرة بلا شك، من جهة أنها القناة التي تنقل المفهوم القرآني من حيث هو مفهوم مجرد إلى إطار عملي وإطار تطبيقي في الواقع المعاش لمجتمع المسلمين، مهما كان هذا المجتمع، سواء كان في الماضي في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان في الحاضر، أو سيكون في المستقبل. ومن ثم فإن إعادة طرح هذا الموضوع هي سمة مهمة في عملية التجديد لأصول الفقه الإسلامي من ناحية، ومواكبة حركة الاجتهاد بالقرآن في حل مشكلات الواقع الاجتماعي للمسلمين من الناحية الأخرى. وتبدو المسألة أكثر أهمية وأكثر ضرورة في وقتنا الراهن، في وقت بدأ فيه القرآن وكأنه خرج من دائرة الفعل الاجتماعي والفعل الثقافي لدى عامة المسلمين، إن لم أقل يعني نسبة أعلى من هذه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى سادت القيم المادية في الحضارة الغربية التي ليست لها صلة مباشرة بالإيمان والله والرسالة والرسول وهذه المسلمات العقائدية. وعندئذ فإن طرح هذا الموضوع يأتي من جملة طرح تصور لماهية الوجود كما يتصور الإسلام، كما يتصور الإيمان، الله والرسول وعلاقة الرسول بالإله والرسالة، وما مطلوب من الناس فعله حيال هذا الأمر، عبادة الله والإيمان به واتباع الرسول وطاعة الرسول. كل هذه الموضوعات توجب علينا إعادة طرح هذا الموضوع بشدة حتى نستطيع أن نعيد الإيمان إلى مجتمعات في مجموعة يفتخر فيها الضعف في هذا المعنى، خاصة المجتمعات غير الإسلامية فيها. ليس الضغط الواقع هو عيب في المسألة بقدر ما هو دافع موجب لطرح الموضوعات، عملية تجديد الأصول ككل. ولا أعني بذلك السنة من حيث هي السنة يعني الأصل الذي عرف في عند الأصوليين والفقهاء بوصفه الأصل الثاني، لكن حركة التجديد يجب أن تتواكب مع الجميع بحيث تعود الرؤية القرآنية هي الرؤية المحركة للفعل الثقافي والاجتماعي. طيب نحن هنأتي للتعريف، لكن برضو دكتور برير، يعني السؤال سؤال حقيقي أم سؤال زائف كما يقول على الفلسفة؟ هل من حاجة لهذا السؤال، ولا هذا بفعل ضغط العصر كما قلت؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية التحية لك أخي الطاهر التوم على هذا اللقاء، والتحية للإخوة المشاهدين ولضيفك الكريم معنا. حقيقة
هذا الموضوع من الأهمية بمكان، ليس من مشكلات يعني تثار الآن، أو ليس من هروبا من بعض مشكلات الواقع كما يظن، ولكن في تقديري أنه يعني حد فاصل يجب النقاش حوله ويجب طرحه بقوة كثيرا. لماذا؟ لأننا يعني في تقدير الخاص هنالك تقاطعات وهنالك أشياء لا نستطيع أن نميز بينها إلا عبر السنة، لأن الآية الكريمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة، هو النموذج، هو المثال، أي المنهج التطبيقي للقرآن. لذلك كيف نتعامل مع السنة يعني كيف نتعامل مع القرآن، يعني نفهم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الوحي، يعني كيف ننزل الوحي إلى أرض الواقع. ولذلك كيف نتعامل مع السنة هو حقيقة سؤال يعني كبير جدا ويحوي في داخله جزئيات كثيرة، ولعل الأخ الدكتور تطرق إلى أشياء أنا في تقديري أنها ليست في تقدير الخاص، هي ليست من قبيل التعامل مع السنة، وإن يعني كان يقول النتاج المعرفي الغربي والأوروبي والتعامل مع هذا الواقع ويعني حركة المجتمعات المتمددة ومسايرتها فيما فهمت عنه، هذا يصلح لأن يكون إجابة عن سؤال كيف نتعامل مع القرآن، ولا يصلح لأن يكون سؤال كيف نتعامل مع السنة في تقدير الخاص. طيب دكتور محمد، تعليقك؟ هذا يتوقف بطبيعة الحال على تحديد العلاقة ما بين القرآن من ناحية وما بين السنة من الناحية الأخرى، وهذا مما يدخلنا في صلب الموضوع المتعلق بالتعريفات التي أعطيت إلى السنة. لكن من حيث المبدأ العام السنة هي ترجمان القرآن في الواقع. طيب ما تعرف لنا السنة؟ هناك عديد من التعريفات، يعني الآن الناس يقول لك الحياة دي سنة يفهمها مرات في درجة الواجب والمندوب وكذا، يعني هناك من يفهم السنة بمعنى أكبر من ذلك. هل هناك تعريفات متعددة للسنة النبوية؟ كيف يمكن أن نقول بفهم حيال هذا؟ في تقدير الخاص أنه ليس ثمة تعريف جامع ومانع لمفهوم السنة اتفق عليه العلماء والمختصون في هذا الشأن، وبإمكاننا أن نميز ما بين مجموعة من التعريفات نجد فيها ما هو متفق وفيها ما قدر من التمايز وقدر من الاختلاف، ولكن هذا كله يدل على شيء واحد، أن هذه التعريفات هي ذات طبيعة اجتهادية. هذا من حيث المبدأ، وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن التعريفات التي انتهى إليها الأصوليون مثلا أو الفقهاء أو المحدثين في تعريفهم للسنة في ظني أنها ضعيفة الصلة بتعريف القرآن للسنة. وهنا وجه الإشكال فيما يتعلق بتعريفنا للسنة، وليس ثمة اختلاف في أن علاقة بالقرآن إلى آخره، لكن ما هي قبل ما هي علاقة بالقرآن، وبلا شك من الذي ثمة اختلاف أن القرآن هو أساس الإصلاح في الحاضر أو في الماضي. على سبيل المثال يمكن أن نقول المحدثين كانوا معنيين بما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم من القول أو الفعل أو الإقرار أو الصفة أو السيرة أو الشمائل، سواء كان هذا قبل الهجرة أو بعد الهجرة، وبالتالي هم كانوا معنيين بالأحاديث الرسول من حيث هي أقوال شفهية منقولة، وفهموا السنة على هذا الأساس. والفقهاء مثلا أو الأصوليون لهم تعريفات أخرى ليست بالضرورة متماهية مع هذا التعريف للمحدثين في الموضوع. فالأصوليين عندهم السنة هي ما صدر عن النبي من غير القرآن، وبالتالي هي القول أو الفعل أو الإقرار، وجعلوها خاصة بالنبي ولا يذكرون فيها الصفة بأي حال، لأن الصفة لا تعني عندهم التشريع أو لا تفيد التشريع والاستنباط. فهم معنيون بما يتعلق بالقواعد الأصولية التي تبنى عليها الأحكام بوصفهم أصوليون في المقام الأول. أما الفقهاء فهم كانوا معنيون بالدلالة على الحكم الشرعي، وبالتالي نظروا إلى مفهوم السنة من زاوية أخرى غير الزاوية التي نظر إليها منها المحدثين أو نظر منها الأصوليين. فهم معنيون بالسنة من حيث هي الطريقة المسلوكة من غير افتراض ولا وجوب، يعني من خلال ثنائية الفرض والسنة، هذا فرض وهذه سنة، نظروا إلى الموضوع من هذه الزاوية. أما اللغويون فهم يذهبون بمعنى السنة هي أنها طريقة المسلوكة سواء كانت محمودة أو غير محمودة. وثم تعريف آخر للسنة يعني يبدو أكثر بعدا من هذه التعريفات، وهو التعريف ذو الطبيعة العقائدية. عندما نقول أهل السنة
والجماعة، فإن هذا التعريف يمتد ليخرج من معنى الحكم من حيث السنة من حيث هي الحكم الشرعي، سواء قاعدة أصولية أو سواء دلالة، إلى كونه المعنى العقائدي، مقولات في العقائد، الله، الإيمان، تنزيه الله، الذات والصفات إلى آخره. وبالتالي استقرت هذه المقولات عند هذه الطائفة من المسلمين وعرفت بأنها أهل السنة. وهنا يجب أن نفهمه في ظل التنافس والصراع الذي كان موجودا ما بين الطوائف والفرق الإسلامية المختلفة، السنة من ناحية والشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة إلى غير ذلك من فرق الإسلام. فهؤلاء خصوا نفسهم بأنهم أهل السنة، وكأنهم يريدون أن يقولوا للآخرين بأنكم لستم من أهل السنة. طيب هذه التعريفات المتعددة شنو في اضطراب يعني بتجعلنا في موقف مضطرب حيال تعريف السنة؟ بكل تأكيد في ظني أن هناك تفاوت، يعني قد لا يصل إلى درجة الاضطراب بهذا المعنى، لكن هناك تفاوت في التعريفات مما يجعل هذا التعريفات للسنة هي تعريفات رخوة، يعني قابلة للاجتهاد، غير متطابقة. يعني كل واحد فيها قد يكون منضبطا من حيث تعريف الأصوليين للسنة من زاويتهم هم، أو للفقهاء من زاويتهم، أو للمحدثين. طيب. لكن من حيث هي تعريفات. طيب. والأهم من هذا وذاك أن هذه التعريفات لا ترقى إلى تعريف القرآن للسنة، وهذا هو وجه الإشكال عندي بدرجة كبيرة. طيب قبل ما نجي لتعريف القرآن للسنة، حقه نشوف دكتور برير، هل هذه التعريفات تعريفات رخوة غير متطابقة وبالتالي تورث العقل المسلم حيال السنة الكثير من الإشكاليات؟ حقيقة لا توجد أدنى إشكالية في تعريف السنة عند علماء الإسلام بجميع طبقاتهم التي ذكرت. المحدثين الذين عرفوا أن السنة هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو الذي قرره الأصوليون، وليست هنالك أي إشكالات ما بين تعريف الأصوليين وتعريف أهل السنة أو تعريف المحدثين، لأن الأصوليين أيضا تكلموا عن الأفعال الجبلية، حيث إنه يعني تكلموا عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، في أكله، في مشربه، حتى في ضحكه. هذه من الأفعال الجبلية التي يفعلها الإنسان بخلقته. تكلموا حتى عن الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذات مدلول، يعني كان يوصف لنا بأنه كريم، وهذه هي الصفة التي يتكلم عنها أهل الأصول بالضرورة، يتكلم عنها أهل الحديث بالضرورة. أهل الأصول يستنتجون منها أن على الإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون كريما. فهذا في ظني وفي تقديري هذا الإشكال مفتعل وليس موجودا على الإطلاق، يعني لا يوجد ما بين المحدثين وما بين الأصوليين. أما تعريف اللغة فهذا ليس بحجة طبعا، لأن تعريف اللغة هو تعريف عام، يعني لا يشترط فيها أن يكون منضبطا، وإنما المعني هو تعريف أهل التخصص أو أهل الاصطلاح. بالنسبة إلى الفقهاء لا إشكال ما بين تعريف الفقهاء وتعريف الأصوليين والمحدثين، لأن الفقهاء هم نتاج للأصوليين، يعني الأصول ينظر إلى الأدلة والفقيه ينظر إلى الأحكام بما قرره الأصولي، فليست هنالك أدنى تناقضات، والسنة تعريفها جامع مانع واضح على ما ورد عند علماء الحديث وعند علماء الأصول. ليست هنالك أدنى مشكلات، حتى فيما ذكر لم نخرج بمشكلات معينة أو تقاطعات. طيب وش من كلام دكتور محمد؟ وين يعني في تقديرك دكتور محمد بقى المشكلة بقى من وين؟ يعني أنا في تقديري دكتور محمد المشكلة ينظر إليها من ناحية أنه يريد أن يقرر مفهوما جديدا للسنة، لا من حيث المفهوم القديم، فإن المفهوم يعني القديم هو خالق الإشكالية. دكتور محمد أنت خالق الإشكالية عشان تقرر مفهوم جديد. لا، التميز موجود وواضح ما بين التعريفات عند الأصوليين. إذا نظرنا إلى الأصوليين من ناحية والفقهاء في مقابل تعريف السنة عند أهل العقائد، فإن التميز هنا واضح بكل الوضوح، إذ أن تعريف السنة عند أهل العقيدة هو متصل بالمذهب المتعلق بمقولات العقيدة أكثر من أنه معني بقضايا التشريع كما هي عند الأصوليين وكما هي عند الفقهاء. ومن ثم فهناك بون بين هذا التعريف وهذا التعريف، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى على سبيل المثال نجد أن هناك فرق ما بين تعريف المحدثين للسنة وما بين تعريف الفقهاء والأصوليين. صحيح كما ذكر تفضل الدكتور العلاقة قائمة أو قريبة ما بين تعريف الفقهاء والأصوليين، إذ أن حركة الأصول هي حركة لاحقة لحركة الفقه، وأصول الفقه وضعت
تضبط عملية الفقه وعملية الإنتاج الدلالة والحكم الشرعي إلى آخره. فهذان التعريفان قريبان من بعضهما البعض بدرجة كبيرة. لكن إذا قارنا بتعريف المحدثين فنجد أن الفقهاء والأصوليين لا يدخلون السيرة مثلا في تعريفهم للسنة، بينما يلحقها المحدثين في هذا التعريف. ومن ثم كانوا المحدثين معنيين بالأقوال الشفهية للرسول على مدار حياته، سواء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة. ومن ثم هم ضمنوا السيرة. أنت لا تجد السيرة علم قائم بذاته مستقل عن الفقه ومستقل عن أصول الفقه، ولكنه يدخل في مستوى ما من التعريفات في تعريفهم للسنة خاصة عند المحدثين. في ظني أن هذا يعني تفاوت في تعريف السنة راجع إلى المداخل التي تم النظر إلى موضوع السنة من خلاله. أما إذا نظرنا إلى القرآن فإننا نجد تعريفا آخر للسنة، وهو التعريف الصحيح. يعني الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يعني إذا قررنا أن هناك مشكل ما الرفع في الحجة في هذا الأمر يرجع إلى القرآن. القرآن يتحدث عن السنة بوصفها قوانين الوجود الاجتماعية وقانون الوجود التاريخية التي تحكم الفعل الإنساني على مدار التاريخ. السنن، سنن الصلاح، سنن الفساد، سيروا في الأرض فانظروا سنن الذين من قبلكم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحياة الاجتماعية مضمن فيها قوانين تحكم فعلها. وبالتالي إذا ما اتبع مجتمع ما أو فرد ما قوانين الصلاح فبلا شك أنه يصلح، وإذا ما اتبع قوانين الفساد فبلا شك أن هذه الحضارة ستنهار وستنتهي. هذا هو المعنى الذي في المعنى العام الذي يعطيه القرآن لمعنى السنة. ولكنني لا أجد هذه التعريفات متماسة مع هذا التعريف. لماذا هذه؟ في ظني أن الجو العلمي الذي كان مسيطرا عندما تم تدوين المعارف الإسلامية في القرن الثالث والرابع، يعني ابتداء من تلك القرون، وذلك التنافس الذي كان سائدا ما بين مدرسة أهل الرأي وأهل الأثر وموقفهما من مسألة السنة. يعني إلى حد كبير هناك الكثير من الفرق التي لا تميز ما بين مفهوم الحديث من ناحية ومفهوم السنة من الناحية الأخرى. أنا في تقديري أن السنة هي ما كان استجابة لهدى القرآن، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه الاستجابة الله أرسل الرسالة إلى الرسول، والرسول هو من يستجيب إلى رسالة الله المنزلة عليه، والله أمرنا أن نجعل من هذا الرسول أسوة حسنة، لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالتالي ما يفعله الرسول إزاء الرسالة فإن هذه هي السنة في معناها التشريعي. لكن هناك فعل آخر للرسول ليس له صلة بالرسالة، أي أنه كان نبي يجتهد في قومه في أمور مختلفة سياسية أو اجتماعية أو إلى غير ذلك من جهة رأيه، وهذا يدخل في ضمن دائرة الحديث. ومن ثم فهو ليس من معنى السنة. إذا يكون تعليق على موقف تكتيك ما اتبعه لعسكري أو إداري أو سياسي أو اجتماعي أو نحو ذلك بما يقتضيه ظروف الزمان والمكان والظرف التاريخي، ولكنه ليس بالضرورة كان استجابة لهدى من هدايات القرآن. وعندئذ فهناك تمييز ما بين المفهومين. استجابة الرسول بوصفه رسول للرسالة فإن هذه هي السنة التشريعية. الله أمره بالصلاة فهو استجاب بسن لنا الصلاة، الصبح ركعتين والعصر 4 والظهر 4 إلى آخره. هذه سنة استجابة لأصل في القرآن. في بعض الأحيان هو يتفاعل يجتهد من رأيه في أمر من الأمور بدون أن يكون هذا الأمر له ما مستند من القرآن فيجتهد فيه برأي. المحدثين يضمنون هذا في السنة، ونحن نقول لا، أن هذا ليس من السنة، إن هذا من الاجتهاد ومن الرأي. والغريب في الأمر أن الصحابة نفسهم كانوا يميزون في فعل النبي بينما هو سنة من الله له بوصفه رسول أو بوصفه قائد، بوصفه نبي، بوصفه رجل إصلاح يقود حركة للإصلاح الاجتماعي، وكانوا يسألون هذا منزلك وأنزلك الله إياه أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ وبالتالي هم في بعض الأحيان كان يلتبس عليهم هل ده سنة بمعنى أنها استجابة لأمر الله وبالتالي عليهم الخضوع لها والإذعان لها، أم أنه اجتهاد من رأيه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن فعل الرسول كان فيه مستويين من المستويات. عندما نقول أن كل فعل الرسول هو بمثابة السنة التشريعية عندئذ نكون أدخلنا معاني أخرى في السنة ليست منها. طيب أنا أفتكر دكتور برير الآن وضح لك يعني. نعم، يعني حقيقة هنالك أشياء كثيرة تحتاج إلى الوقوف عندها. يعني حتى نصل إلى مفهوم واحد أو قاعدة مشتركة في الحديث. الكلام عن أهل السنة والجماعة وأن هذا تعريف يختلف عن السنة لا علاقة بين الأمرين.
يعني السنة كمصطلح تشريعي يختلف عن مسمى أهل السنة والجماعة كمصطلح لطائفة أو جماعة، لأن هذه الطائفة أو الجماعة التي تسمت بأهل السنة والجماعة فيها المحدثين وفيها الأصوليين. فلماذا لا نقول أن هذا المصطلح يتقاطع مع الأصول، يتقاطع مع يعني مسميات كثيرة جدا؟ هذا مصطلح لجماعة يعني يخرج تماما عن موضوعنا الذي نتحدث عنه في تقدير الخاص، لا علاقة له البتة. حتى هذا المصطلح لا يتعامل مع العقائد، يعني العقائد هي جزء من حركة علمية داخل هذه الجماعة التي تسمى بهذا الاسم، لكن لا يسمون العقيدة سنة. يعني هذه مصطلحات يعني جديدة تماما في تقديري. بالنسبة إلى الكلام عن السيرة، السيرة علم قائم مستقل، ما ممكن تضيفها للسنة؟ لا تضاف إلى السنة. يعني ليس هنالك من أهل الحديث من أضاف السيرة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى الأحاديث إلا ما وقع فيما يتعلق بصفاته، يعني تكلموا عن الصفات كالكرم والشجاعة وما إلى ذلك، لكن هنالك أشياء كثيرة خصت بالسيرة، ولأن للسيرة ضوابطها على خلاف ضوابط السنة. يعني الذي نرجوه في أن نتأكد من أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن نحكي حكاية سيرة، البون شاسع ومختلف تماما في تقديري. أيضا الجانب الآخر كلام السنة في القرآن، تعريف قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا أو ولن تجد لسنة الله تحويلا. ما علاقة هذه الآية بالسنة التي نتحدث عنها؟ هذه سنن الله في الكون، هذا مصطلح عام، هذا كلام عام يعني يشبه المعنى اللغوي، لا علاقة له بالسنة التي نتحدث عنها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقريراته ويعني أحاديثه. لا توجد أدنى علاقة بين ما ذكر من نصوص القرآن العامة، وهذه تسمى الدلالة العامة، وبين ما نحن بصدده في الحديث عن السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقف في اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ليس مسلما به. يعني حينما روى البخاري في الصحيح أن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن بعض الناس حذروني من الكتابة، قالوا إن رسول الله بشر ويتكلم في حال الغضب والرضا وأنت تكتب عنه. فحذره بعض الصحابة بنفس هذا الفهم يعني، فقال غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من في إلا حقه. فكل ما إلى درجة يعني الآن الناس يتكلموا عن كيف كان ينام وجدوا أن نومه حق، بل الآن العلم يثبت أنه يعني هو أمي لماذا يستاق مسواك الأراك، يكتشف أن مسواك الأراك وهذه من الأفعال العادية أنه معجزة. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معجزة. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما خضع لرأي الصحابة هزم الجيش، يعني في يوم بدر حينما ترك رأيه ونزل إلى رأيهم وهم علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يعجبوا هذا الرأي، ولكنه نزل إلى رأيهم فأرادوا أن يراجعوا، قال ما كان نبي أن يلبس لأمته ثم يعود حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فخرج وهزم الجيش. وكان يعني في آراء علماء الحديث وعلماء السير أن واحدا من أسباب هزيمة الجيش هو أنهم لم يتبعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يصدر منه من اجتهادات ومن آراء حق. وحتى كلام الحباب بن المنذر هذه شبه ولا ترغى لأن نؤسس بها منهجا. لماذا؟ لأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحباب إني لا أوافق على هذا الموقع، يعني لكانت الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم وليست في قول الحباب بن المنذر، يعني استمد مشروعيته من تأييد النبي صلى الله عليه وسلم له. فهذه من الشبه التي يرد عنها أهل الحديث، ولا ترغى هذه الشبهة إلى أن نؤسس بها منهجا. طيب أنا دكتور محمد حقه نمشي للثمار العملية. أنت مشكلتك مع التعريفات القديمة شنو؟ هل هي وسعت ضيقت من مفهوم السنة؟ والأثر العملي للتعريفات دي شنو؟ يعني عشان نقدر المشاهد يحدد معانا وين المشكلة بالضبط. صحيح الآن في تعريفات كثيرة وصولية وكذا، وفي خلاف بينك وبين دكتور جرير في هذه التعريفات، لكن خلونا نعرف الأشياء بثمارها. الثمار العملية لتلك التعريفات الواسعة المتعددة الرخوة في نظرك شنو في الواقع العملي وعلى العقل المسلم المعاصر؟
نعم، بلا شك أن لها تأثيرات الواقعية في متعلق الفكر الإسلامي نفسه. سلبية أم إيجابية؟ هذا التعريف المحدثين له آثار سالبة على بنية العقل، لأنه أدخل في السنة ما ليس منها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هو لم يتصل بتعريف القرآن للسنة. تعريف القرآن حاكم وراجع، ولا يمكن أن نتجاوز القرآن في تعريف أي مفهوم، خاصة إذا كان هذا المفهوم له صلة بأصول التشريع وله صلة بقضية بالحساسية وبهذه الأهمية وهي موضوع السنة. وبالتالي فإن القول بأن مفاهيم السنة في القرآن هي مفاهيم عامة وأقرب إلى المعنى اللغوي، أنا لا أظن أنها ذكرت في القرآن بهذا السياق، بقدر ما هي شرح للقوانين التاريخية التي تحكم الفعل الاجتماعي والفعل الإنساني. وسنة النبي هي من هذه الشاكلة، أي أنها من الفعل الإنساني بوحي من الله لأجل إصلاح أحوال الإنسان، أي أنها جزء من قوانين الحياة، قوانين التاريخ، قوانين المجتمع، ولا يمكن أن نخرجها من هذا السياق. بالعكس، أنا أظن أن اختزال مفهوم السنة في المعنى التشريعي ضيق كثيرا من مفهوم السنة كما أورده القرآن وكما نص عليه القرآن، لأن القرآن يريدنا أن ننظر ما من منظور الجزئي إلى الأحكام الجزئية في هذه المسألة أو تلك المسألة، بقدر ما مفهوم السنة في القرآن هو معني بالقوانين الكلية لحركة التاريخ وحركة الاجتماع. ولو أن السنة فهمت بهذا المعنى لكنا في وضع حضاري أكثر تميزا مما كنا عليه الآن، لأننا سنكون بصدد بناء مفهوم السنة وفقا لهذه الاستقراءات الكلية والقوانين الكلية للتاريخ والوجود. وهذه مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق ب أنا أذكر يعني نص من النصوص له صلة مباشرة بهذا الموضوع، أن الله يقول: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذه الآية جمعت ما بين مفهوم السنة من ناحية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى، وما بين الرسالة، لتقرر أن فعل النبي ما فرضه الله عليه هو سنة من سنن التاريخ، سنن الذين خلوا من قبل. فمعاني السنة في القرآن هي معاني السنة التي يجب أن تكون. ملاحظتي وتحفظي على تعريفات السنة أنها أهملت هذا المدخل في تعريف مفهوم السنة، وبالتالي انتهت إلى تعريفات ذات طبيعة جزئية صبغت الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي بمعنى بالمبدأ الجزئي والمعنى الصوري القانوني، بحيث يعني أصبح يعني بناء الأحكام هو مبني على هذه المسألة. لكن لو أن السنة فهمت بهذا المفهوم الذي يطرحه القرآن، أعتقد أن الفكر الإسلامي كان سيكون على وضع يعني آخر. هي ضيقت بس ولا وسعت برضه؟ لأنه أنت قلت برضه في حاجات يعني أدخلت في السنة ليست منها. أعني بذلك اجتهاد النبي، من حيث هو يجب أن نميز في شخص النبي بين مستويين اثنين: النبي بوصفه رسول الله، والنبي بوصفه نبي الله. رسول الله هذا الأسوة الحسنة وله الطاعة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما اختلفتم فيه من حكمه إلى الله وإلى الرسول. طاعة، هذا مقام. لكن في مقام آخر هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه كاجتهاد بشري في أمور كثيرة، منها أمور الحرب التي ذكرتها، وهذه واقعة لا يمكن تجاوزها، خاصة أنها جاءت في بدر، وما كان المسلمين انهزموا في هذه المعركة ولولا أنهم سمعوا نصيحته وردموا آبار العدو لما مكنهم هذا التكتيك العسكري من الانتصار. والأحاديث والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني ربما نختصرها لزمان الحلقة، لكن هناك أمثلة أخرى تدل على أن الصحابة كانوا يميزون ما بين الفعل الرسول من كونه سنة أم أنه غير سنة، وكلاهما صادر من الرسول. إذا قرأنا آيات القرآن هناك مراجعات لمحمد بوصفه المجتهد، فيقول له: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، ما كان النبي أن يكون له أسرى، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع المنافقين، إلى آخره من النصوص. فهذا معناه أنه كان يتصرف بموجب اجتهاده البشري، ويأتي القرآن يصححه ويصوبه ويعدله ويقول له امضي أو لا تمضي. في هذه الحالة، عند هذه الحالة هو يجتهد كبشر، والصحابة هنا كانوا يتداخلون معه، هل هذا بموجب أمر الله له أم بموجب اجتهاد منه؟ المحدثين شملوا هذا جميعا وجعلوه من السنة، وما نريد هو يعني الفصل بين هذين المفهومين. طيب الدكتور محمد يريد أن يسي مفهوما جديدا للسنة، هل ترى هذا المفهوم الجديد اللي هو استند فيه على القرآن موسع مضيق لها؟ كيف ترى؟ حقيقة يعني أنا في تقديري أن الأمر مستقر، وأهل العلم يعني سبروا أغواره وأشفوا يعني غليله وتكلموا فيه بما يشفي عنه. هذا كلام جديد يعني أنا عندي كثير من التحفظ عليه.
لماذا؟ لأن هنالك في تقدير الخاص خلط ما بين المفاهيم. يعني إذا أردنا نتكلم عن السنة المعبر عنها في القرآن، هي ليست السنة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل العكس تماما. أهل العلم قالوا إن السنة الواردة المعبر عنها في القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكمة، وليست هي السنة بالكلام الذي تكلم عنه الدكتور. يعني هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني أهل التفسير والعلماء قالوا أن الحكمة هنا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي غير المرئي. لكن أما أن تكون السنن الكونية أو السنن الواردة في الكون هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أصر على أنه لا توجد أدنى علاقة بين الأمرين، ولم يقل بذلك لا سلف ولا خلف، لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، وهو قول يعني شاذ، أخف ما يقال فيه، يعني أنه قول شاذ يعني لا يعول عليه. مسألة الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه حقيقة تحتاج إلى نقاش فعلا. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ؟ أنا حينما تكلمت عن هزيمة الجيش هذه كانت في يوم أحد، لأنه ترك اجتهاده لاجتهاد الصحابة، وهذا أيضا موجود. لماذا نأخذ بعض الأحاديث ونترك بعضها؟ لماذا لا نأخذ بحديث اكتب فوالذي نفسي بيده لا ما خرج من فيه إلا حقه، وهو حديث صحيح؟ لماذا لا نأخذ وما ينطق عن الهوى؟ آية واضحة، إذا كنا نرجع إلى القرآن ونحتكم إلى القرآن دعنا من السنة. وما ينطق عن الهوى، ينطق عن الهوى، هل يعني هذا فيه أن بعض النطق فيه أخطاء وبعض النطق؟ إنما هذه المسائل التي صححه فيها الوحي للعلماء فيها تأويلات، وللعلماء فيها يعني في ردها. طيب أنا لأنه زمني انتهى في هذه الحلقة الأولى، وأفتكر ما زلنا يعني في على مستوى التعريف لم نصل لاتفاق بعد. يعني الدكتور برير يقول ما أتى به الدكتور محمد يعني يرقى إلى درجة الشاذ، يعني هذه في أخف درجاته. وبفتكر بعتقد أن الطلبة فيهم يتكلم عن مفهوم جديد، الدكتور محمد يتكلم عن مفهوم جديد، فهذا يحتاج إلى نقاش. ولكن الربط العملي بين هذه النقاشات ينتقل إلى القول عن حجية السنة. افتكر هنا المأزق الحقيقي، هل السنة دليل مستقل بنفسه أم أنها تابعة للنص القرآني؟ أنا أحيل هذا السؤال الكبير إلى حلقة الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالسادة المشاهدين في قيد النظر. منذ الأمس ونحن نحاول الإجابة على السؤال الكبير: كيف يتعامل المسلم مع السنة النبوية؟ تحدثنا عن حضور هذا السؤال في المشهد الفكري الإسلامي، ثم تحدثنا عن التعريفات وتعريفات السنة، هل توسعت أم ضيقت من مفهوم السنة، وحصلنا بالأمس على إجابات متباينة بين كل من الدكتور محمد مجذوب محمد صالح أستاذ الفكر السياسي بجامعة النيلين، والدكتور برير سعد الدين السماني عميد مركز التأصيل بجامعة القرآن بمدني. ويتواصل الحوار اليوم في ذات الموضوع مع إضافة سؤال مهم حول هل السنة دليل مستقل بنفسه أم أنها تابعة للنص القرآني. مرحبا بكما. ولعل السؤال الأول للدكتور محمد مجذوب: هل نحن بحاجة لمفهوم جديد للسنة النبوية بخلاف المفهوم الذي استقر وأخذناه من أسلافنا؟ هل نحن بحاجة لمفهوم جديد أم لا؟ بلا شك نحن في ظني محتاجون إلى تعريف جديد للسنة، وهذا هو الذي جئت من أجله إلى هذه الحلقات لأقرره. وبالتالي أنا في ظني أنه من العسف في الفكر أن نصر على أن ما قاله الأوائل في موضوع ما من الموضوعات هو نهاية الاجتهاد، لكن الدين هذا ملك لكل الناس والكل يجتهد فيه، والعبرة في ذلك بالدليل. يعني متى ما كان الدليل حاضرا في مسألة من المسائل نهض هذه الحجة بغض النظر عن مما إن كان هذا رأي جديد أم قديم واعتبر شاذا أو غير شاذ من المواقف التي يمكن أن تكون معه. على أي حال أنا في ظني أن بالضرورة يجب أن نأتي إلى تعريف للسنة، وهذا ما أشرت إليه في الحلقة السابقة من جهة أن التعريفات في ظني يجب أن تستقى من القرآن الكريم. من القرآن الكريم، هذه هي المرجعية الأساسية. طيب، في القرآن الكريم هناك إشارة إلى مفهوم السنن الذي أشرنا إليه من جهة أنها هي القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية. على سبيل المثال مفهوم الزواج،
في القرآن تتم الإشارة إليه بوصفه السنة. يعني يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذا خالفتم سنة الزواج، والزواج هو السنة التي تحدد طبيعة العلاقة بين الرجال والنساء في المجتمع، ولا بد أن تكون بعقد كما وضحها القرآن إلى غير ذلك. أيما علاقة بتتم خارج هذا الإطار فإنها تعتبر من الفسوق والفساد في الأرض ومن قوانين الفساد في الوجود وفي الطبيعة. وبالتالي هذه العلاقة بالذات التي قائمة على أساس التعاقد والمسؤوليات والحقوق والواجبات إلى آخره في النظام الأسري هي القانون، هي السنة التي تحكم هذا الفعل. فهذا شاهد على وجود مفهوم السنة بالتعريف الذي نبحث عنه في القرآن. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الآية التي ذكرتها سابقا، آية سورة الأحزاب، جمعت ما بين موقف الرسول من ناحية والسنة والموقف حيال الرسالة. أنا أقول أن السنة في مفهوم القرآن هي الأصل، والسنة في تعريفاتنا نحن البشر يجب أن تلقى إلى مفهوم. طيب جميل. هل نحن دكتور برير بحاجة لمفهوم جديد للسنة؟ وما رأيك فيما انتهى إليه فهم الدكتور محمد مجزوم من أنه السنة يجب أن ترقى في تعريفاتنا إلى مفهوم الأصل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة المشاهدون، منذ الحلقة الماضية ونحن لم نصل إلى ما نتفق عليه، وذلك لأنه في تقديري أن الدكتور يتكلم عن شيء لا علاقة له بموضوعنا البتة. طيب هل نحن بحاجة لمفهوم جديد وبعدين نجي لموقف الدكتور؟ لسنا في حاجة لمفهوم جديد، بدليل أن الذي يتكلم عنه الدكتور هو يتكلم يريد أن ينطلق في ما هو جديد من حيث الآراء، من حيث الاجتهاد، من حيث النظرة المعاصرة، وهذا موجود في الفقه وفي باب الاجتهاد. لماذا نقحمه في السنة؟ هذا له مجاله، له مصطلحه، له تخصصه، لا علاقة له بالسنة. أما سنن الله في الكون يعني هذا أمر لا علاقة له البتة. هذه سنن الله وليس سنن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تجري الأمور، كيف تجري المقادير، كيف تشرق الشمس، كيف تغيب، كيف يهلك الماضون، كيف يهلك الجبابرة، هذه سنة الله. فأن نجعل سنة الله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل من هذا المصطلح لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا في تقديري أن هنالك يعني خلط كبير جدا. ولذلك السنة تعريفها واضح، هي الطريقة، هي المنهاج. كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو قاله قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، هذا مفهوم واضح، هذا مفهوم جامع، هذا هو المنهج، لأن السنة في اللغة هي المنهج. ولكن سنن الله هذه سنن الله، فما شأنها بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نحن مدى نعيد إنتاج الحلقة الماضية، ولكن لا حاجة لمفهوم جديد. يعني أنت تقدر تقول لنا والله يا أخي يعني المفهوم القديم ده علله بالضبط سريع كده، يعني علله بتشوفها ومشكلتها الراهنة في الواقع العملي برضه كتذكير بما بدأ في الحلقة الثالثة. ثمة علل في التعريفات القديمة للسنة، وهي أنها تختزل مفهوم السنة في معنى التشريعي، وبالتالي تضيق واسعا من مفهوم السنة كما ذكرت في القرآن. وأنا مصر على ضرورة تأسيس منقولة السنة ومفهومات السنة على القرآن، وإلا فأين هو المرجع الذي سنحتكم إليه في تحديد المفاهيم والقيم والتعريفات إلى آخره؟ عدم الركون إلى القرآن معناه هو الاختلاف، لأنه القرآن أساسا أنزل ليحكم بين الناس ما اختلفوا فيه. مفهوم السنة في القرآن كما ذكر الأخ الدكتور الفاضل هو معني بقوانين الوجود. سنة النبي هي من شاكلة هذه القوانين، عندما يشرع للزواج، عندما يشرع للمعاملات، عندما يشرع في أمور الحياة الاجتماعية، هي من شاكلة القوانين، وترقى لقوانين الوجود الاجتماعي ككل قوانين الصلاح. وهذه سنة الأنبياء الذين جاءوا دائما ليخرجوا الناس من الظلمات بوجود قوانين وسنن. فلا يمكن أن نفك الاشتباك ما بين العلاقة ما بين السنة في تعريف الفقهاء من ناحية وما بين القرآن. عندئذ ستسير السنة في تعريفات ليست بالضرورة هي تعريفات القرآن، وهذا ما محل النظر بيني وبين الأخ الفاضل. أنا أظن أن هذا فك الارتباط بين هذين الناحيتين جعل السنة تخرج إلى معاني جزئية أكثر من أنها معنية بقضية الإصلاح الاجتماعي في مجموعه. فأنت إذا ما قرأت الفقه مثلا الذي أنتجه الفقهاء، أو إذا ما يعني الفقه في مجموعه سواء كان المعاملات أو سواء كان العبادات إلى غير ذلك من أبواب الفقه، فإنك تجدها محكومة بالنظرة الجزئية نتيجة للتعريف الجزئي للسنة. أنتج
موقف جزئي من في الفكر الإسلامي بصورة عامة، أي أنه لم يتكون بعد ذلك الفكر للطبيعة الكلية العامة الذي ينظر إلى أحوال المجتمع في نظرتها ككل. فإذا ما يعني جاء النظر مثلا إلى الصلاة، فإن كتب الفقه العبادات تجدها معنية بالهيئة التي تؤدى بها الصلاة، الركوع والسجود والسهو إلى آخره من الموضوعات، وهذا حق لا شك فيه. يجب أن تؤدى الصلاة على نحو معين كما سنها الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الفقه يقف عند هذا الحد من استدراك معنى الصلاة والظفر بمعنى الصلاة، لأنه لا يذهب أكثر من الناحية الصورية، الهيئة للحركات العامة للصلاة، فلا يتعدى ذلك إلى معاني الصلاة وأثرها في الحياة الاجتماعية وأثرها في التاريخ وأثرها في الإنسان إلى آخره. ما أدعو إليه وصل مفهوم السنة لمفهوم القرآن للسنة يفتح الآفاق أمام السنة نفسها، بحيث أنها تتعدى المفهوم المتعلق بالأحكام الجزئية إلى العبادات من جهة أحكامها الجزئية من ناحية، وأثرها على الأوضاع الاجتماعية من الناحية الأخرى. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى لا بد من الحديث عن أن سنن الله التي تحدث عنها القرآن هي ليست شيئا منفصلا عن رسالة الرسول، بل هي رسالة الرسول نفسه. والرسول جاء ليعبر عن هذه السنن، سواء كانت هذه السنن في التاريخ أو سواء كانت هذه السنن في الطبيعة. أفتكر دكتور برمي أنه مشكلة في القصة دي، مشكلته بس أنه تدخلوا شنو بالسنة بتعريف المحدد اللي عنده. هنا الإشكال، يعني أنت توسع مفهومها لا يرى أنه في إشكال. افتكر إذا أنا عبرت عن صحيح. هو حقيقة يعني أنا في تقديري تقعيد لمصطلح، يعني أنا لو تساهلا أقول يعني خفي عن جهابزة أهل العلم منذ يعني جميع محمد ما يبغى جهابزة أهل العلم، يعني نعم لا بأس أن يكون جهبزا، ولكن يكون متفوقا على جميع الماضين، يعني كل الذين ألفوا في الحديث، كل هذا التراث الإسلامي، كل هذا التراث المعرفي. إذا كان محمد احترمنا عقله كشخص واحد، كم من أهل العلم الذين قرروا هذا المعنى هم ألوف بل ملايين البشر الذين استقر عندهم هذا المصطلح. وفي تقديري الخلط يعني الحق معهم وليس معه، لأنه يريد أن يدخل مصطلحا جديدا في القرآن. هو لا يريد أن يسحب القرآن على السنة، بل يريد أن يرفع السنة ليجعلها مصطلحا داخل القرآن. وأنا تكلمت قلت ذلك هو سنة الله. أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إنها مستمدة من سنة الله، هذا متفق عليه. أن يقول أنها متماشية مع القرآن، هذا متفق عليه. ولكن أين وجودها كمصطلح؟ يعني السنة تأتي بمعنى الطريقة، تأتي بمعنى المنهاج، لا نقول طريقة الله. هذا هو الفرق، يعني لا نقول أن لله طريقة أو لا نقول أن لله منهاج. حب أنك تكلمت عن قوانين النبي صلى الله عليه وسلم التي يتكلم بها، ما الفرق بينه وبين هذا التعريف؟ يعني حتى نأتي بالمفهوم الجديد ونحيل الكلام إلى القوانين بدلا من الأفعال والأقوال والتقريرات. يعني ما الفائدة إذا قلنا إنها القوانين، والقوانين هي نفسها هي كلمة ليست حتى ليس متفقا على أنها كلمة عربية، يعني هي كلمة لاتينية. والقوانين هي نفسها لا تعطي الدقة في المعنى لأنها كلمة مترجمة. يعني هذا المصطلح أنا أرفضه تماما لأنه يجافي اللغة يجافي. أما الكلام أيضا عن ما يتعلق بأن هنالك أشياء يعني في القرآن تكلم عنها، وأن السنة هي لابد من أن تنضبط في القرآن، هذا كلام متفق عليه. أهل الحديث يقولون ذلك، أهل السنة يقولون ذلك. الكلام عن أن السنة بهذا المفهوم نختزلها ونجعلها في التشريع، هذا أيضا يعني مغالطة كبيرة جدا في تقديري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقدموا على أمر حتى تعلموا حكم الله فيه. أهل السنة ما تركوا شيئا، يعني ماذا يفهم الأخ الدكتور من التشريع؟ هل التشريع يقصد به فقط الأفعال العبادية؟ يعني التشريع ينسحب على جميع مناحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا المفهوم القرآني. يعني جلستك في هذا المكان هي تشريع، سواكك تشريع، منامك تشريع، حديثك تشريع. بل الآن الناس يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عنه البخاري في السنن الكونية نفسها. يعني يقول واحد من الصحابة لعله سيدنا أبو ذر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقد آذنت الشمس على مغربها، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب لتسجد تحت العرش حتى يؤذن لها فتعاود من جديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الأحاديث التي رويت وأهل السنة الذين رووا السنة لم يجعلوها حكرا، يعني هذا المفهوم
هذا مفهوم ليس موجودا في السنة، يعني إلا أن يكون يعني شخص غير مطلع على كلام المحدثين جمعوا جميع الأحاديث. طيب أنت ما تخلينا نعاين النتيجة العملية. نعم. النتيجة العملية هي حجية السنة، هل تستقيل بنفسها يعني حجة ودليلا ولا هي تابعة للقرآن؟ هل كلام دكتور محمد كله في النهاية مصوب لتعديل هذا المفهوم ومن هنا تبدأ المشكلة؟ نعم، يعني هنالك نقطة اتفاق ونقطة اختلاف. نعم. إذا كان الأخ محمد يرى أن السنة تستمد مشروعيتها من القرآن بالمعنى العام، نعم، القرآن هو الحاكم على السنة، وأن السنة هي مفصلة وشارحة ومبينة، وهذا وارد في القرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. لكن موضع الخلاف إذا كان الأخ محمد دكتور يريد أن أي سنة لا تصحح أو لا تعتبر إلا إذا شهد لها نص من القرآن، هذا ما نختلف عليه اختلافا بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت القرآن ومثله معه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني شجب على أناس ينكرون سنته، وأنشأ النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة جدا، والقرآن نفسه سكت عن أحكام بينتها السنة. هذا إنشاء لأحكام، وهذا كثير، وإلا كيف يصلي الأخ محمد، كيف يصوم، كيف يعرف المفطرات في هذا الصوم؟ هذا ما لم يعني القرآن أشار إشارات، ولكن السنة أنشأت أحكاما كثيرة وفصلت في كثير من أفتكر هنا تبدأ العقدة. نعم. وحسنا يعني كلما ضاق الموضوع كلما بدأت الأمور أكثر وضوحا ووجهة النظر أكثر يعني إيضاحا أكثر من المسائل النظرية والتعريفات، لأنها تحتاج إلى مراجعات، يعني لا تكفي هذه الحلقات للنظر فيها. الخلاف مع الأخ الدكتور هو حول طبيعة وظائف السنة. أنا قلت أن السنة هي امتداد الطبيعي للقرآن، هي الإطار العملي للقرآن، هي ترجمة لما في القرآن. الله أمرنا في القرآن بطاعة الرسول الذي جاء بالرسالة، لكم في رسول الله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. وبالتالي فعل الرسول الذي يتأسس على معنى ما من معاني القرآن، فهذه هي السنة، وهذا واجب الاتباع، وهذا ما فصله الأصوليون لما تحدثوا من جهة أن السنة هي مبينة وشارحة لما أجمل ما في القرآن. فالقرآن مثلا الله أمرنا بالصلوات الخمس، يعني أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، 3 صلوات. وتحدث في آية أخرى وقال أقم الصلاة طرف لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهذا حديث عن 5 صلوات ذكرت في القرآن. جاءت السنة ووضحت، وأنا أصلي على هذه البينة لأن هذا الأمر موجود له أصل في القرآن يستند عليه، وبالتالي هذه هي السنة النبوية كما أفهمها. وإذا ما تعلق الأمر بالصيام فالصيام له أصل في القرآن، وبالتالي سنة النبي هي ترجمة لهذا المعنى إلى آخره. فأيما معنى وجد له حضور في القرآن فإن سنة النبي هي واجبة الطاعة فيما يتعلق بهذا الأمر من الأمور. وبإمكانك أن تستعرض كل آيات القرآن لترى ما يقابلها من أفعال الرسول، ما له أصل وما ليس له أصل. هذه الثنائية عندي واضحة. فما ليس له أصل في القرآن هو اجتهاد من فعل النبي. وإذا قلنا أنه هو السنة تجاوزا يعني في المصطلح، فإنها سنة ظرفية معنية بالواقع التاريخي الذي كان تنتهي بوقتها، وبالتالي لا تستمر باستمرار الرسالة. ما يستمر هو تلك الأفعال الاستجابات الفعلية سواء كانت في العبادات أو في غير العبادات التي لها أصول في الكتاب. أما الرواية التي استشهد بها الأخ الدكتور وهي يعني ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فلي فيها قراءة أخرى. يعني هذه الآية على الأقل لم توضح ما هو ذلك المثيل للقرآن الذي أوتيه الرسول في مقابل القرآن. تحكما نقول أنه هو السنة، ويمكن أن يكون معنى آخر. أنا بالنسبة لي أن هذا المعنى ليس هو السنة، وإنما هو معنى الحكمة، وهذا ما سيرجعنا إلى ما تفضل به الأخ الدكتور في المرة السابقة عندما أنشأ حجية السنة على آيات الحكمة. آيات الحكمة هي آيات لا يمكن أن نؤسس مقولات السنة عليها. صحيح استشهد بها الإمام الشافعي والكثير من الأصوليين يستدلون بآيات الحكمة، أنزل عليك الكتاب والحكمة يعلمكم الكتاب والحكمة ويزكيكم، على أساس أنها هي السنة. لكنني أنطلق من قاعدة مهمة، وهي أن ألفاظ القرآن وكلمات القرآن والقرآن ككل ليس فيه مبدأ الترادف، بمعنى أنه لا يمكن أن ننتقل بلفظة ونحولها إلى لفظة أخرى ونقول أن هذا موضوع
ولكنه ذو صلة بهذه المسألة، لأن الذين أسسوا لمفهوم السنة بمفهوم الحكمة قالوا بالترادف، وقالوا أن معنى الحكمة هو معنى السنة، وليس الأمر كذلك. بل العكس، أن مفهوم الحكمة هو العقل، حكمة العقول، وهذه ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأنبياء السابقين أعطوا الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ولقمان كان عنده الحكمة، وبالتالي مفهوم الحكمة مفهوم أوسع من مفهوم السنة. احنا قبضنا حاجة عملية في يدنا، قال الدكتور محمد ما لم يرد فيه النص القرآني وكان عمل الرسول استجابة له هو ظرفي وانتهى. هو الرق بيصلي كيف؟ ما عنده إشكال مع السنة طالما هي استجابة للقرآن. أين يكمن المازق في مثل هذا الفهم تقديرا؟ حقيقة يعني هذا الكلام نقبله يعني كلاما فكريا، كلاما لكن تحقيقا علميا غير مقبول على الإطلاق. كل ما قاله الدكتور غير مقبول. أولا لأن هذا يعني يخالف فيه إجماع الأمة، يعني أجمعت الأمة بكل طبقاتها بالمناسبة. انعقد ما في شذوذ في القصة؟ ليس هنالك شذوذ، انعقد الإجماع على حجية السنة. يعني عند الصحابة هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فهموا هذا الفهم. عند التابعين، تابع التابعين إلى يومنا هذا لم يوجد من يقول بعدم حجية السنة أو يشكك في حجية السنة إلا أن يشهد لها شاهد من القرآن. بل يعني أعطيك كثيرا من الأدلة، يعني كيف قضى سيدنا عمر رضي الله عنه. ما أنكر حجية السنة مطلقا. نعم. قال نعم. تطبيقات الآن ده بدينا في حتة ثانية، في كله عنده مشكلة على السنة. نعم. لكن هو دار السنة وتطبيق العملي، التطبيق العملي للسنة المتسق مع القرآن. حتى الكلام على أن السنة التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني تكون ولد ظرفها وتنتهي بانتهاء، هذا ما لم يقل به أحد من العالمين. يعني هذا لم يعني هذا ومن العالمين خلاص معناها قال بها أحد من العالمين. اليوم يعني اليوم نعم. نعم. اليوم قال بها أحد من العالمين، يعني علميا هذا كلام غير مقبول. يعني أنا حقيقة حسبت أن هذا الكلام يصلح لأن يكون في للاستهلاك الصحفي للنقاش في رأيي. طيب عذرا يعني أخي الدكتور، لكن الأمر يتعلق بالسنة، يعني كيف طبق الصحابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا كيف عرفوا ميراث الجدة حينما جاءت الجدة إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرادت أن يورثها، فقال لا أعلم لك في كتاب الله ميراثا. يعني وأنا أكرر هذه العبارة، يعني إذا كان هنالك شخص يقول لا إن سيدنا عمر استند على القرآن أو أن لها نص من القرآن، يعني يكون هذا قد لم يفهمه عمر رضي الله عنه، وهو الذي يعني يوافق قوله القرآن. يعني لو كان نبيا بعدي لكان عمر، يعني إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهذا كلام طويل يعني. فإلى أن جاءت يعني فاطمة بنت قيس وقالت إني حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، لأن الجدة ليست مذكورة في القرآن. فقال لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. سيدنا عمر، لأن القرآن لم ينص على ذلك، حتى شهد لها شاهد من الصحابة ولعله محمد بن مسلمة، وشهد بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس فقضى. لم يقل سيدنا عمر أن هذا كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتهاد منه وانتهى. ثم إن هذا حكم استقي من السنة. بل يعني لماذا أنا أستشهد بسيدنا عمر؟ كل ميراثنا الفقهي كله يعني هذا القول خطورته أنه يعارض جميع ميراث الإسلام. يعني كأنما نريد أن ننشئ إسلاما جديدا اليوم في تقديري. يعني فقهاء المالكية يستندون على السنة في أحكامهم، فقهاء المالكية، الشافعية، الحنابلة، الحنفية، بل يعني حتى الذين خرجوا عن جماعة أهل السنة والجماعة إنهم يستندون على السنة في أحكامهم. إذا كنا نقول بهذا القول يعني هذا يعني أننا نريد أن نؤسس يعني لمنهج إسلامي جديد يغاير جميع ما سبق من منهج الإسلام فيما تواتر وفيما يعني استغيناه كابرا عن كابر، وهذا هو سند يعني. طيب محمد. أنا بالنسبة لي يعني يبدو أنه في سوء فهم بالنسبة للدكتور فيما ذكره المقولات. من حيث المبدأ يمكن أن نميز ما بين 5 وظائف للسنة هي موجودة في كتب الأصول وتحدث عنها الأصوليون بصفة عامة.
أهمها، وهذا محل الاتفاق ويجب أن لا تكون هي محل المناقشة والمناظرة، كون أن السنة هي ترجمة للقرآن وشرح وبيان، وما تفضل به الأخ الدكتور هو لا يخرج عن هذه الوظيفة، وهذه الوظيفة ليست محل نقاش بيني وبينهم، حتى لا يذهب بعيدا وأن هذا القول لم يقل به أحد من العالمين ومن المتأخرين وهذا الكلام. وتتضخم، يعني أنا أود أن نناقش القضية في إطار العلمي. ما أناقش حوله هو الآتي: هل تستقل السنة بالتشريع؟ نحن قلنا إذا كانت السنة هي استجابة للقرآن تشرح معنى ما من معاني القرآن فهي السنة. أما وأنها تنفرد بتشريع آخر لم ينزل ليس له في القرآن أصل، فهذا محل نظر بالنسبة لي. والغريب في الأمر أن هذا القول ليس يعني في التاريخ قال به بعض الأوائل، على الأقل في مقولات المقاصد تجد مثل هذا النوع من المناقشات في هذه القضية. صحيح أنها لم يعبر عنها بهذه الطريقة التي أعبر بها أنا اليوم، هذا صحيح، لكنها من حيث أنها لها جذور ما في الفكر الإسلامي، فالبحث فيه يبدو أنه نحن نبحث في إطار مدرسة معينة هي مدرسة الأثر، ولا نبحث عن المدارس الأخرى في الفكر الإسلامي، مدارس الرأي، وكيف كانت المنافسة والمنازعة حول أحاديث يظن هؤلاء أنها من السنة ويخرجها أولئك من السنة. هذا هو موقفي. يعني عندما تقول لي مثلا ميراث الجدة وأن هذا ليس له أصل في القرآن وقد أفتى عمر بها وأبو بكر إلى آخره من هذا الكلام، بالنسبة لي هذه قضية محلولة. القرآن قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضة، والجد من الأقربين. وبالتالي إذا جاء ورد هذا النص فإنه تعبير عن معنى ما من معاني القرآن وهو الأقربين، أو ليست الجد من الأقربين. وأنا أضرب الأمثلة، يعني أنا لي دراسة كاملة في هذا الموضوع، لا أتكلم جزافا يعني حاشا لله، وإنما لي دراسة كاملة من تربو على 700 صفحة في هذا الموضوع، وأحصيت ما ذكره الدكتور بل بضعا وعشرون حالة قيل أنها تنفرد بالتشريع، والواقع أنها لا تنفرد زي بيع السلم. قيل أن السنة انفردت به إلى آخره، ولكنك إذا قرأت بيع السلم بوصفه نوعا من الديون فالقرآن ذكرت آية الدين، وبالتالي هذا تعبير عن هذا. وتحريم الحمر الأهلية، وأن السنة قد حرمت ذبح الحمر وأكلها بعدما كان الناس يأكلونها. وإذا قرأت القرآن مثلا فإنك تجد القرآن يحدد وظيفتين لهذه البهائم، ويقول الخيل والبقال والحمير لتركبوها وزينة، ولم يحدد لها وظيفة ثالثة تدخل في الأكل أو نحو ذلك. فإذا جاء الأثر وقال يعني كفوا هذه القدور ولا تأكلوها، وامتثل الصحابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأهدروا هذه الأواني وهذه إلى آخره، فهذا استجابة لهذا. وكثير أخرى من الحجج، يعني زي العاقلة والشفعة وغير ذلك من الأمور التي قيل أن السنة تنفرد فيها بالتشريع، والواقع أنها لا تنفرد بها بالتشريع، بل لها أصل من الأصول القرآنية التي يؤسسها. وبالتالي هي مسألة هنا فضاء الاجتهاد، مساحة الاجتهاد. هناك أمور صحيح، هناك أمور لا تجد لها أصلا في القرآن، ليست هذه الأمثلة. يمكن أن ندخل في مناقشات حول أمثلة هذه وهذه، ولكن قاعدتي واضحة وبسيطة. طيب الأمور ما وردت ردك على شنو؟ أنها من السنة الظرفية التي تنتهي بأوانها، والتي هي من مقتضيات الظرف التاريخي الذي كان يعيش في من السنة الظرفية، من التكتيكات العسكرية مثلا التي كان يستخدمها في غزواته صلى الله عليه وسلم، يعني التي كانت تقتضيها حتى الطبيعة الطبيعية، يعني ما يقف جيش في مكان ما فيقف هؤلاء أو أولئك أو نحو ذلك، أو بعض الشؤون المتعلقة بالإدارة أو نحو ذلك من موضوعات. فإنك لا تجد أن النبي كان يتحرك في سياق واقع تاريخي ويستجيب استجابات مختلفة إذا هذا الواقع، والقرآن نفسه كان يصوب ويعدل ويعني يأمره بالتقدم في هذا الأمر والرجوع عنه. وقد قرأت في الحلقة السابقة مجموعة من الآيات التي تناقش وتعاتب، والعتب على النبي وتلقي العتب عليه في كثير من التصرفات. هذا يعني أنه كان يتصرف بموجب اجتهاده هو البشري، وهذا موجود في كتب الأصول. يعني من قرأ يعني الشفاء للقاضي عياض يجد أن هناك الكثير من المسائل التي اعتبرت بوصفها نوعا من التشريع الظرفي الذي ينتهي. قوله في ذراع في الصناعة في الطب مثلا، عندما يورد حديث في حديث الطب المشهورة حتى ألف فيها النووي كتابا كاملا وسماه الطب النووي،
هذه الأمور النبي يفتي فيها بموجب خبرته البشرية، بموجب علم الطب الذي كان موجودا في زمانه، إلا تلك الأمور المتعلقة بالطب والتي جاء ذكرها في القرآن، فهذا جاء ذكرها في القرآن. وهذه المسألة نظر فيها الأصوليون نظرا مليا، ومن يراجع كتب الأصول لا سيما أهل الرأي مش الشق الآخر في الموضوع، فإنها يجد هذه الأمور مبثوثة. فالسنة عندي لا تنفرد بتشريع، والإشكال يقوم من جهة أن الإقرار بأن السنة تنفرد بالتشريع معناه أن هناك رسالتين اثنتين ندين بالله لله بهما، والله أمرنا برسالة واحدة هي القرآن، واستجابة الرسول للقرآن هي استجابة للقرآن. القول بأنها تنفرد بتشريع إقرار برسالتين وليس برسالة واحدة. الدكتور يتفق معي مضمونا ويختلف معي مصطلحا. يعني لا مشاحة في الاصطلاح. لا، قديما قالوا لا مشاحة في الاصطلاح. ما فهمت من كلامي هذا أنه يخالفني في جزئية مما ذكرت. يتكلم عن أن ميراث الجدة دلالات العموم، للرجال نصيب وللنساء نصيب، الآيات، يعني هذا موضوع اتفاق. لم يقل واحد من الأمة أن هذه الأحاديث يجب أن تخالف نصا في القرآن حتى نقول أنها أنشأت حكما. هذا لم يقل به أحد، بل حتى أهل السنة وأهل الحديث يقولون أن السنة هي امتداد للقرآن. فيعني لا أرى نزاعا فيما يقول، يعني إنما حتى حينما طلبنا منه أن يعطينا دليلا على الأشياء التي تعتبر ظرفية، تكلم عن التكتيك العسكري، هذا ليس فيه إشكال، ليس فيه خلاف. ليس أين رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى نقتدي به، لكن إن كان حيا وجب أن نقتدي به. كان يقول خلوا ظهري للملائكة، وكان يعني صحابته يمشون أمامه. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيما أسر عنه كان ذات يوم راكبا على ناقته، وجاء بطريق معين فوقف في مكان محدد، ثم التفت يمنة ويسرى ثم غادر. قالوا لماذا يا عبد الله؟ قال والله لقد يعني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ففعلت. لم يفهم عبد الله بن عمر أن هذا فعله بطبيعته البشرية أو بنظرته الشخصية، أو الصحابة كانوا يتأسون به في كل شيء، في كل شيء كانوا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعله، وكانوا يحتجون بكل ما يقوله ويحتجون بكل ما يفعله. أما تصحيح الوحي عندي عليه تحفظات كثيرة جدا. طيب أنا داير حيل الموضوع ده للحلقة الجاية اللي هي الحلقة الثالثة، والتي أيضا سأجعلها تحت العنوان العريض كيف نتعامل مع الحديث النبوي، باعتبار أيضا واحدة من القضايا المرتبطة بقضية السنة النبوية. بدأنا نتحدث عن أحاديث مرتبطة بقضية السنة النبوية في ظل أيضا علوم نشأت من السلف الصالح، يعني كعلم الجرح والتعديل، وهذه العلوم وما عرف بنقد الرواة وما عرف بنقد المتن. هناك أيضا حديث في الساحة الفكرية الإسلامية حول الحاجة لتجاوز هذه العلوم، إلى أي مدى يعتبر مثل هذا الكلام يعني وجيها ومقبولا في فكرنا الإسلامي المعاصر. مع خالص شكري وامتناني في هذه الحلقة للدكتور محمد مجذوب محمد صالح والدكتور برير، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. استودعكم الله، وأحيل الذين يودون مشاهدة بعض حلقات هذا البرنامج إلى الموقع الإلكتروني الذي يظهر في الشاشة الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.